صل وسلم على محمد وآله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وآلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. وما لعيني لا تبكي وقد نظرت باب الحوائج. موسى فخر عدناني لهفي عليه سجينا طول مدته. ما زال ينقل من سجن إلى ثاني حتى إذا جرعوا السم في رطب فحال من وقعه المردي بألوان. نعش بن جعفر حمالون تحمله. نعش بن جعفر حمالون تحمله. فأين عنه سرايا آل عدناني. القيد في رجله والغل في يدي. وللعباءة شأن أعظم الشان. ألقوه في الجسر مطروحا تقلبه. وإماما ألقوه في الجسر مطروحا تقلبه أيدي الأجانب في سر وإعلان. يا هاشم لا حلا بعيونكم نوم. أريد أعتب عليكم واكثر اللوم. من بغداد ما وصلتكم علوم. تخبركم الكاظم راح مسموم. ون ونياحة على الإمام. تخبركم الكاظم مات مسموم. أويلي عالج ولاج وقضى نحبه غريب. ولا حضر يم قرابه ولا صحيب. والقلب يوم جس نبض الطبيب قال مسموم حرم ماي الشراب. قال مسموم حرايا ماي الشراب.
يا ولاد عدنان ومضار قلت الغيرة عن جسر بغداد رفعوه شيخ العشر شيلوا الجنازة ومشوا بجانب سريرة قوموا ترى ما من صديق عليه ينغار والقلب على الذي أمسى وحيد وبالحبس لما انقضى بسم الرشيد على الجسر جابوه وبرجله الحديد بالعبا ملفوف مسلوب الثياب وإمامه الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن مولانا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا ورع الرجل منكم في دينه وحسن خلقه وأدى أمانته قيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك. نأخذ مقتطفات من حياة الإمامين الهمامين سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ومولانا وإمامنا أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام، بما يتسع له الوقت، فحياتهما حافلة بالمواقف والعظات والعبر والتوجيهات لشيعتهم ومحبيهم. نجي إلى الإمام الصادق عليه السلام. ركز الإمام في سيرته القولية والفعلية على جملة من المواضيع المهمة والمسائل المهمة. أولها التفقه في الدين. تفقه في الدين يعني تعلم الأحكام الشرعية، ألا يكون الإنسان جاهلا بالحكم الشرعي. ولهذا ورد عنه أنه قال: لوددت أن السياط على ظهور أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. أعطيك مثال. يدخل عليه يوم من الأيام حماد بن عيسى، هذا أحد أصحابه، قال له: يا حماد هل تحسن أن تصلي؟ الحين لو واحد يسأل واحد عمره 50 60 70 تعرف تصلي لو ما تعرف بيزعل، قطعا بيحط في نفسه شلون بعد في السن و60 70 سنة وما أعرف أصلي. شوف الإمام يسأله، وحماد مو إنسان عادي، حماد من أصحاب الإمام وناقل علوم الإمام وجالس ويا الإمام. وإذا يقول: سيدي أنا أحسن أن أصلي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. الحفظ شيء والتطبيق شيء. الآن مثلا العمرة المفردة، واحد يقول أنا بسيطة هذه، طواف غيره وركعتين وسعي وتقصير، هو يقرأ صحيح لكن التطبيق مو سهل. كذلك الصلاة، قد الإنسان يقرأ ويعرف، ولكن لما يجي يطبق الوضوء ويطبق الغسل ويطبق الصلاة عنده خطأ. وهذا اكتشف كثير من الناس
زين لما يروح الحج، حج صرورة، تعال اغتسل، تعال اقرأ الفاتحة، زين تعال صلي، عنده أخطاء، تعال توضأ، عنده أخطاء. وهذا تقصير، هذا مو قصور، هذا تقصير من الإنسان. قال لي الإمام يا حماد قم وصلي، خلنا نشوف صلاتك. يقول توجهت إلى القبلة وكبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة والسورة وركعت وسجدت، والإمام يشوفني. سلمت خلصت، قال يا حماد إنك لا تحسن أن تصلي، صلاتك مو سليمة. ما أقبح بالرجل أن يبلغ 60 و70 ولا يؤدي الصلاة بحدودها تامة. يعني هذه فعلا معضلة، دي مشكلة. لاحظ شاب 30 35 سنة تقول ليه تعرف الغسل؟ قال لي يعرف. تتعال اغتسل، ما يعرف يرتب الأثر، لا رأس لا رقبة لا جانب أيمن لا جانب أيسر. مسؤولية الآباء. وين الآباء؟ وين الأمهات اليوم لما هذه البنت تبلغ سن التكليف الشرعي زين وتبتلي بالدم، من يعلمها؟ إذا الأب يقول أنا أخجل وديك تقول بعد أخجل، زين هذه مسؤولية ترتب عليها صلاة، يترتب عليها صوم، غيره. لاحظ. فيقول ليه الإمام أنت تعلم الأحكام يا حماد، ما أقبح بالرجل أن يبلغ 60 و70 ولا يؤدي الصلاة بحدودها تامة. وإيش قال حماد؟ قال داخلني الذل في نفسي، فعلا استحيت، قلت سيدي علمني، فعلمه الصلاة. شوف لاحظ، هكذا الإمام. شوف موقف آخر في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، يعلمنا مسألة فقهية أخرى حتى يكون الإنسان عنده ثقافة فقهية. يدخل عليه أبو حنيفة على الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول يا غلام، كان الإمام في مقتبل حياته، في مقتبل عمره، يا غلام أين يضع الرجل الغريب حاجته؟ وين يتخلى يعني؟ قال توقى شطوط الأنهار. هذه مسألة ابتلائية، هذه احنا نبتلي بها. واحد مثلا يروح إلى فندق أو إلى محطة أو مكان، أكرمكم الله دورات المياه باتجاه القبلة، زين مو أعلم أولادي؟ لا، أولادي وياي، أهلي وياي، بعضهم ما يدرون وين اتجاه القبلة، محروم، ما يجوز. اسمع وش يقول الإمام لما قال ليه أين يضع الرجل الغريب حاجته؟ قال توقى شطوط الأنهار ومساقط الثمار وأفنية المساجد وقارعة الطريق وتوار خلف جدار، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وشل ثوبك وضع حيث شئت. شو لاحظ؟ نعلم أولادنا هذه الآداب. وإيش اللي ذكرها الإمام؟ مكروهات ومحرمات، مكروهات ومحرمات. فعلى الإنسان أن يتفقه في الدين ويعلم أولاده. شو لاحظ؟ لما يعلم أولاد الصلاة والأحكام الشرعية، هذا الطفل لما ينشأ على هذا زين يكون شفيع لوالده، غير ذاك اللي ما يعلم، والله ما يعلم أبدا، لا ملتفت إلى صلاة لا غسل، بلغ سن التكليف ابتلى الولد بالغسل، تتعال على الملا ما عنده باله. هذا يوم القيامة يأخذ الأبناء بتلابيب آبائهم. ولا ليش يفر الأب من أبنائه؟ وليش يفر الأولاد من آبائهم؟ ذولا أقرب الناس إليهم. يقول الإمام بسبب مطالبتهم بالحقوق. تعال يا والدي، ما علمتني الغسل، ما علمتني الصلاة، ما علمتني الوضوء. أنت مسؤول. بنت مثلا ما علمها الأحكام. شوف لاحظ وش تقول الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها ورباها فأحسن تربيتها
وغذاها فأحسن غذاءها كانت له وقاية من النار. تأديب وش معناه؟ التأديب مو الضرب بالعصا، لا، التأديب يعني التعليم، تعليم الأحكام الشرعية، تعليم القرآن، مسائل الحلال والحرام، هذه مهمة. شوف هذه سيرة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. من المواقف التربوية في حياة الإمام الصادق عليه السلام، ابن مهزة هذا يوم من الأيام دخل على والدته وناقشها في موضوع، اشتد النقاش بينه وبينها، ارتفع صوته على أمه. زين، ارتفع صوتك على أمك اعتذر، قبل راسها، لا تنام وهي غاضبة عليك. راح ولا كنا مسوي شيء. يوم ثاني دخل مجلس الإمام الصادق عليه السلام، قال له الإمام: يا ابن مهزم، ما لك والوالدة؟ ايش سويت البارحة انت؟ قال: سيدي غلظت عليها في الكلام. اعترف يعني. قال له الإمام: يريد يذكرني وذكركم وذكر شيعته، يقول غلظت عليها في الكلام؟ قال: نعم سيدي. قال: أما علمت أن بطنها كان لك سكنا؟ 9 أشهر انت وين عايش؟ مو في بطنها؟ تأكل من غذائها ومن طعامها، بل من عصارة قلبها، تتعب. كم من مؤمنة احتاجت إلى دم، كم من مؤمنة أصيبت بنزيف، كم وكم احتاجت إلى عملية. لاحظ. وتالي يطلعوا بعض أولادنا مع الأسف، شبابنا، شلون هالعقوق، بعض بناتنا شلون هالعقوق عندهم. 9 أشهر. واحدة يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله تقول: يا رسول الله، عندي أمي عجوز ألي منها ما كانت تلي مني في الصغار، هل وفيت بحقها؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها عند الولادة. واحدة تجي الثانية تقول: يا رسول الله، أمي سيئة الخلق. قال لها: لم تكن سيئة الخلق حينما حملتك 9 أشهر في بطنها. أشوف صبرت وتحملت علشان يطلع هالمولود. فيقول له الإمام: أما علمت أن بطنها كان لك سكنا وحجرها كان لك مهدا، أنت تنام وهي لا تنام، وصدرها كان لك وعاء فلا تغلظ عليها. وين أولادنا وشبابنا من هالروايات؟ ولاحظ، تعال اقرأ سيرة أهل البيت. أنا أحضر السماع وشاب وعدد، نعم، لكن بعضهم تشوفه يرفع صوته على أبوه وعلى أمه، ويتجاوز الحد، جاوز الحد، ويهدر على أبوه في المجالس. هذا ما عنده أخلاق أبوي، وهذا كذا وهذا. عقوق موجود. لا، الإمام يوجهنا. يجي شاب نصراني أسلم ودخل في دين الإسلام، جاء الإمام الصادق قال: سيدي، أنا الآن دخلت في دين الإسلام مسلم، زين، لكن أبى أسألك سؤال. أمي نصرانية ما دخلت في دين الإسلام، هل يجوز لي أن آكل معها في طبق واحد؟ التفت وش قال للإمام؟ قال: هل تأكل الحرام؟ لأنه عندنا في الدين الإسلامي محرمات، قد هي تأكل مثلا مثل لحم الخنزير وغيره. قال: لا، ما تأكل الحرام. ايش قال للإمام؟ ارجع إليها وكل معها وارفق بها وقم بشؤونها. راح وقام ياكل وياها، وقام يرفق بها ويهتم بها وينفذ طلباتها. قالت له: تعال يا ولدي، انت متغير، ما عهدتك بهذا الحال من قبل، شو اللي غير؟ قال: أما غيرني جعفر بن محمد. صادق. قالت: جعفر بن محمد نبي؟ قال: لا، وصي نبي. قالت: إن دينه دين الحق، هذا دين الحق. شوف، هذه أساليب
تربوية في سيرة أهل البيت. الإمام الكاظم عليه السلام يمر في بغداد على دار يخرج منها الغناء، أصوات الغناء، وطبعا الغناء من المحرمات. ورد في الرواية: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تستجاب فيه الدعوة ولا تدخله الملائكة. فالإمام طلعت جارية من الباب من الدار تلقي القمامة. قال له الإمام: صاحب الدار حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه. الإنسان يراقب الله. الإمام الصادق عليه السلام في رواية يصف التقوى. شنو التقوى؟ الآن من تقول لواحد اتق الله وخليك متقي، قال وين التقوى؟ لا يقدر الإنسان، ترى التقوى مو يعني بالمعنى اللي يفهمها الإنسان أنها صعبة، لا. تعالوا وش يقول الإمام يصفها لنا. يقول: التقوى أن لا يجدك الله على معصية ولا يفقدك عند طاعة. ما يقدر الإنسان له معصية أتجنبها، غيبة، ذكر إنسان مؤمن بسوء، أوقف الغيبة، زين، معصية من معاصي الله أبتعد عنها، طاعة، صلاة صار وقتها أديها، صوم، حج، غيرها من الأحكام المفروضة علي أديها. هذه التقوى، ألا يفقدك الله عند طاعة ولا يجدك على معصية. فيقول الإمام: لو كان عبدا لخاف من مولاه. شلون هالكلمة هذه وقعت على قلب بشر الحافي، بحيث من قالت له الجارية ترك مائدة الشراب وطلع حافي القدمين ووصل للإمام واعتذر إليه وقبل يديه ورجع أعلن توبته ورفع مائدة الشراب، طرد المغنيات وصار من العباد ومن الزهاد. هذا توجيه الإمام سلام الله يعني. الإمام الصادق عليه السلام من المواقف بعد يمر ذات يوم في السوق واحد فاتح دكانه من شيعة الإمام جعفري، فاتح دكانه، ينادي غلامه: يا فلان ما جاء، يا فلان ما جاء، يا فلان ما جاء. غضب، قال: يا ابن كذا وكذا، ذكر أمه بالسوء. يقولوا من هول، تقول الرواية من هول الكلمة ضرب الإمام بيده على جبهته. قال: ليه لما سببت أمه؟ هذه مو أخلاقنا ذي. إنسان يسب ويشتم. تعالي لبعض شبابنا الآن وأولادنا مع الأسف، ولو على رجال كبار بعد تسمع كلمات مع الأسف في أسف. قال: شنو؟ قال: امزح. شنو هالمزاح هذا؟ شنو هالمزاح؟ لاحظ. وإذا تشوف بعض المزاح شديد، ولهذا الروايات تحذرنا إياك والمزاح، لأنه قد ينقلب المزاح إلى عداوة وإلى قطيعة، كما هو الآن حاصل بين بعض المؤمنين. والله ما أتحمل كلمة من أخي المؤمن، أنا أمزح، تمزح، زين، الطرف الثاني يتقبل. هذا خلاف الملاطفة. مو معنى أنه الإنسان ما يتلاطف مع أخي المؤمن، لا، يتلاطف ولكن في حدود، في حدود. زين. يقول له الإمام: لما سببت أمه؟ وإيش كان عذره هذا؟ قال: سيدي إن أمه سندية كافرة. قال له الإمام: أما علمت أن لكل أمة نكاح؟ هذا مو مبرر أن مثلا هذا كافر أنا أسبه أو هذه كافرة أسبه، لا، هذا ليس من أخلاق جعفر بن محمد. ثم قال للإمام: هذا فراق بيني وبينك، إذا بتسير على هالنهج لا تجي ويانا. لا، لأن الإنسان ينتمي إلى هذا المذهب العظيم، مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. ركز الإمام على صلة الرحم،
آخر وصية للإمام الصادق وش يقول؟ أعطوا الحسن الأفطس 70 دينارا وأعطوا فلان 30 دينارا. جت ليه جارية تقول سيدي أتعطي من حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قال أما تحبين أن أكون ممن مدحهم الله في القرآن الكريم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل؟ إن الله خلق الجنة وطيب ريحها وإن ريح الجنة ليشم من مسيرة 2000 عام ولا يشمه عاق لوالده أو قاطع لرحمه. أخ ما يكلم أخوه، أخت ما تكلم أخوها. شو لاحظ موجود مع الأسف. صلي، يصوم، يروح زيارات أهل البيت، يحضروا مجالس أهل البيت، وقطيعة. شلون هذا يعني؟ شلون؟ هل هذه تعليمات ونصائح وتوجيهات جعفر بن محمد؟ لا. إذن الإمام كان يركز على مسألة صلة الرحم. لاحظ الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من المواقف كذلك، ناخذ مواقف منا ومنا. الإمام الكاظم يصير يوم من الأيام يجي واحد يتعرض له بالسب والشتم. احنا نتعرض إلى مواقف قد تغضبنا في الحياة، في الطريق وانت تمشي، في العمل، في السوق، في المسجد، في مكان. شلون نتعامل مع هالموقف؟ أرد عليه بالمثل؟ لا. شوف التفت إلى الإمام وش يقول الإمام علي سلام الله عليه؟ يقول إياك والغضب فأوله جنون وآخره ندم. فعلا لما الإنسان يغضب كلامه مو مضبوط وأعماله مو مضبوطة كذلك، زين، فقد يفلت بكلمة تسيء إلى الناس. لهذا يقول امسك نفسك، املك نفسك عند الغضب. الإمام الكاظم لقب بكاظم الغيظ. يقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد كان الإمام سلام الله عليه يصر الصرر، صر فيها 200 دينار وصر فيها 300، يبعث جزء منها إلى الفقراء وجزء منها لمن؟ لذاك اللي يشتمه. إذا بلغه عن رجل شتمه أرسل له صرة المال. وكانت صرر الإمام موسى بن جعفر إذا وصلت الرجل أغنته. في يوم من الأيام يمشي الإمام، اعترض له هذا الرجل بالسب والشات، أغض الطرف الإمام عنه، سكت عنه. لما فرغ اللي في قلبه راح إلى بستانه، سأل عنه الإمام أين مضى الرجل؟ قالوا إلى بستانه يا ابن رسول الله. مضى خلفه الإمام، دخل جلس عنده، لاطفه في الحديث، انفتحت نفس الرجل. ثم قال له الإمام كم غرمت على زرعك؟ قال 100 دينار. قال كم ترجو؟ قال 200 دينار. أعطاه الإمام صرة 300 دينار. هل قرأنا في التاريخ أن رجل يشتم ويسب ويعطي المال؟ هذا الإمام الكاظم عليه السلام. ذاك الرجل تغير، انكب على يدي الإمام يقبلهما ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. هكذا كان أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من جملة الأمور اللي ركز عليها هالمجالس الشريفة. نسأل الله أن تبقى وتدوم إن شاء الله وتستمر. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم. قال إني أحب تلك المجالس. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وكان يبكي الإمام ويفتح بيته. أول ما في حسينيات بعد، وين الأئمة يعقدوا المجالس العزاء؟ في بيوتهم. يفتح المجلس للرجال وقسم للنساء، يضرب ستر بينه وبين النساء في جهة يسمعوا، ويجي القارئ أو ذاك الشاعر ينشد امرر على جدث الحسين
فقل لأعظمه الزكية: لا يا أعظم لا زلت من وطفة ساكبة روية، ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية. ويبكي الإمام الصادق. كذلك الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم من يدخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، تقول الرواية عن الإمام الرضا، لا يرى ضاحكا، حتى إذا صار يوم العاشر صار يوم حزنه وكآبته ومصيبته، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. كلهم يعقدوا مجالس أهل البيت، مجالس الحسين. لقب الإمام الكاظم بباب الحوائج، باب الحوائج. لذ واستجر متوسلا إن ضاق عيشك أو تعسر، بأبي الرضا جد الجواد محمد موسى بن جعفر هو باب الحوائج إلى الله. كذلك إمامنا الصادق عليه السلام. أذكر هالحادثتين وأسألكم الدعاء، نعرج على المصيبة إن شاء الله. الحادثة الأولى في زمن الإمام الصادق عليه السلام، رجل من المؤمنين من شيعة الإمام عزم هو وزوجته أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، الله يرزقنا وإياكم الوصول. شدوا الرحال، قالوا قبل لا نروح مكة بنجي نزور النبي صلى الله عليه وآله ونسلم على الإمام الصادق. وإيش نيتهم؟ نيتهم زيارة أهل البيت. وصلوا، مرضت زوجته، اشتد بها المرض، فارقت روحها الحياة في المدينة. راح يركض للإمام الصادق: سيدي احنا جايين لزيارتكم، قاصدين لحج بيت الله الحرام، وقلنا أنا وزوجتي نعرج المدينة نزور النبي ونزوره، والآن زوجتي فارقت الحياة. ايش قال للإمام؟ ارجع إليها ستجدها سالمة تأكل الطبرزد، نوع من أنواع الحلوى أو التمر. قال روح سالمة، ترى ما ماتت، لأن هذه في حمايتنا، هذه في رعايتنا. يقول رجعت إليها وإذا هي فعلا كانت فارقت روحها الحياة، لكن رد الله عليها الروح ببركات من؟ جعفر بن محمد الصادق. وسلم على محمد. كاتب المقتدر العباسي اسمه أحمد بن ربيعة، هذا جرحت يده، زين، أهمل الجرح، فبعد مدة نتنت يده وأخرجت رائحة كريهة، نفر الناس منه، كل واحد ما قام يجلس وياه، حتى المقتدر العباسي بعد ما يبغى يدخل عنده، صار في هم وغم، وين أروح؟ ما له علاج. توسل بأمير المؤمنين فرآه في عالم الرؤيا، قال له: يا أحمد أنا مشغول عنك، ولكن امضي إلى ولدي موسى بن جعفر، علاجك عنده. شد الرحال، قال لأهله: ودوني إلى الكاظمية. ودوه إلى الكاظمية، وجلس عند قبر الإمام يزور ويتوسل، وأخذ من تراب القبر مسح به يده كفه، فما قام من مكانه حتى رد الله عليه يده سالمة معافاة ببركة الإمام موسى بن جعفر. أسفي عليهما هالإمامين العظيمين. الإمام الصادق يطلع المنصور حافي القدمين مكشوف الرأس، وويلا وإمامه بعد مو بس الشكل، ويوعز إلى عامله على المدينة أن يحرق دار جعفر بن محمد.
أحرقوا دار الإمام، والإمام يخمد النيران بيديه ويقول أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله. وجلس جلسة الحزين. يقول له أحد شيعة سيدي مما بكاؤك؟ أمن الجرأة عليكم أهل البيت؟ قال ما لنفسي بكيت، لكن لما نظرت إلى عيالي وبناتي يتفاررن من حجرة إلى حجرة ذكرت فرار عيالات جدي الحسين وحسينا، إلى أن دس له السم في عنب، تناول منه الإمام قليلا فسرت السموم في جسده، ضعف حاله. أوصى وصايا إلى ولده الإمام الكاظم، آخر وصية قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. ثم عرق جبينه وسكن أنينه، مد يديه ورجليه، أغمض عينيه، أطبق فاه، انقطع نفسه وفاضت روحه. وإماما غمض عيونه وقطع ونه وفاضت الروح، وارتفع من بيته ضجيج الحرم والنور، وناحت سماوات العلا والقلم واللوح، وسط القبر نصبت له الزهرة عزيز. وأما الإمام الكاظم نقل إلى سجن البصرة سنة كاملة، حليف السجدة الطويلة، يسجد من طلوع الفجر إلى الزوال، ومن الزوال إلى الغروب، ومن الغروب إلى الفجر، العبد الصالح. وإذا الإمام ينقل إلى سجن البصرة، ومن سجن البصرة إلى سجن الفضل بن يحيى البرمكي، ثم إلى سجن الفضل بن الربيع، ثم إلى طامورة السندي بن شاهك. وإماما بسجن والسند بن شاهك السجان، عليه بكل وقت مغلق البيبان، صار سنين للوادم فلا بان، ما يدرون ميت والله مسجون. طال غياب الإمام، هذه الطامورة لا ينفذ إليها الهواء ولا الضياء، وكان الإمام عليه 30 رطلا من الحديد على يديه ورجليه. يقول لعلي بن سويد يا ابن سويد الفرج بعد 3 أيام على جسر بغداد. خرج علي بن سويد يخبر الشيعة، اجتمعوا كلهم على جسر بغداد، وإذا السندي بأمر هارون دس سما للإمام في رطاب، تناول الإمام منه قليلا فتغير لونه، ضعف حاله، سرت السموم في جسده. عند احتضار الموت عرق جبينه، سكن أنينه، مد يديه ورجليه، أغمض عينه، أطبق فاه، انقطع نفسه وفاضت روحه. وإماما شيعة ينتظروا على جسر بغداد، فتح باب السجن، خرجت منه جنازة يحملها 4 من الحمالين، يسمع منها خشخشة الحديد. وإذا وضعت على الجسر نادى المنادي فض الله فاه، ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة موسى بن جعفر. واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، ذاك متشمت وهذا فوق خده مدمعه، والقلب والجنازة على حمامي 4 فوق ذاك الجسر مدة، ومهجتك يا مرتضى
وقف يم جنازته ابن سويد ويا الطبيب، وشال كفيده وشمه وارتفع من النحيب. قال ذا عند عشيرة لو بلدتكم غريب، كان تسأل عن سبب موته ترى بالسم قضى. جاءه الإمام الرضا غسله أدرجه في أكفانه، صلى عليه شيعه إلى قبره. ووضعت الجنازة على مفترق 4 طرق. نادى المنادي ألا ومن أراد أن يشيع جنازة الطيب بن الطيب موسى بن جعفر. الناس كلهم هرعوا لتشييع جنازة الإمام كما هرع الناس لتشييع جنازة الإمام الصادق. من جهز الإمام الكاظم وشيع إلى البقيع، ولكن جدهما الحسين بقي بغير غسل ولا تكفين. وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعته، ليت حضروا قبل ما تدوس العوادي جثته. وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازته. جنازته ظلت على حر الصعيد مرضضة. أنا اللي فجعني البين بهلي وصريت مفجوعة. أنا اللي شفت كفين للعباس مقطوعة. أنا اللي شفت أخوي حسين كلها مكسرة ضلوعه. أنا الما نسيت حسين حتى الموت ذكرا. نادت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من انتظم البيان فريدا. ليلة جمعة ونزول الرحمة الإلهية، وفي هذه المجالس موطن من مواطن إجابة الدعاء. خلنا نستثمر اللحظة ونقرأ الآية الشريفة 5 مرات لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الإمامين، الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، والإمام باب الحوائج أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم، يا الله عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، واقض حوائجنا وحوائج السائلين والمحتاجين المرضى، من عليهم بالصحة والعافية، على الخصوص المتكلفين والمنظورين منهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اختم لنا بخير وأحسن لنا العاقبة. اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد والبراء من أعدائهم. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. احفظ جماعتي المؤسسين والحاضرين والسامعين في أنفسهم وأهليهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك وبذكرك وبذكر محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأوصل اللهم أجر وبركات وثواب هذا المجلس الشريف هدية واصلة وتحفة شاملة ورحمة نازلة تهدى وتتحف إلى روح وضريح المرحوم المبرور الحاج رضي بن ضيف آل جلود، وكذلك الحاج ضيف بن مهدي بن حسن آل جلود، وجميع موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمهم جميعا برحمتك الواسعة، واحشرهم مع محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صب على قبورهم شآبيب الرحمة والرضوان، واجعلهم من رفقاء محمد وآله أمناء الرحمن.
إلى روحيهما وأرواح أسلافهما وموتاكم موتى المؤسسين، وإلى روح المؤمن الحاج شاكر البيش الذي كان يحضر هذه المجالس هنا والمجالس الأخرى، كذلك له حق علينا ليلة الجمعة، اقرأوا له. ولأرواح من ذكرناهم وخصصناهم بالإهداء، وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، ثواب الفاتحة مع الصلوات.